خلينا نرجع لصيف 2020 في 4 اغسطس وتحديدا في بيروت. هتشوف يوم عادي جدا، ناس نازله شغلها، ناس بتشتري حاجات في السوق، اطفال بيلعبوا في الشارع، يوم عادي جدا لحد الساعه 6 و8 دقايق مساء لما السماء اتقلبت نار. انفجار ضخم هز لبنان كلها، بيروت كلها اتغطت بموجه صدميه زي اللي بنشوفها في الافلام بس المره دي بجد. واللي انفجر ما كانش سلاح ولا حتى هجوم عسكري، دي كانت ماده اسمها نترات الامونيوم، 2750 طن تقريبا متخزنين في العنبر رقم 12 من سنين. نترات الامونيوم ماده بنستخدمها في صناعه الاسمده والمتفجرات، ولو اتخزنت غلط ممكن تنفجر بانفجار يعادل قنبله نوويه صغيره، وده حرفيا اللي حصل. الموضوع في الاول كان اشبه بحريق عادي، الناس اللي صوروا اللحظه من اولها شافوا في الاول دخان ابيض وبعديها دخان احمر وبعديها شاك ويف بيضرب بيروت كلها، موجه صدميه، ابواب طارت وشبابيك اتكسرت وعربيات اتقلبت في كل مكان. الاحصائيات بتقول ان عدد اللي ماتوا وصلوا ل 218 واحد تقريبا، وعدد المصابين وصل ل 7000 شخص، الاف اتشردوا وبيوتهم اتدمرت، وخسائر وصلت لاكثر من 15 مليار دولار تقريبا. مستشفيات خرجت عن الخدمه وناس اتعالجت في الشارع، الناس ما كانتش فاهمه ايه اللي حصل، بعضهم افتكر ان في قنبله نوويه او زلزال حصل، بس هي كانت شاك ويف، موجه صدميه.